حسب المادة 193 من المدونة العامة للضرائب، أي شركة كتبيع نقدا فوق 20,000 درهم معرضة لغرامة مالية بنسبة ديال 6% من مبلغ المعاملة. والهدف من هذا القانون هو محاربة التهرب الضريبي وضمان الشفافية. ولكن في مذكرة داخلية صادرة على المديرية العامة للضرائب بتاريخ 6 أبريل 2017، الدولة ولات أكثر مرونة وسمحات في حالات استثنائية محددة باش الشركات تقدر تقبل مبالغ نقدية فوق 20,000 درهم بدون ما تتعرض للعقوبة، بشرط تبرير الموقف في المحاسبة. من بين الحالات اللي كيتقبل ولا اللي كيتقبل فيها الأداء نقدا فوق 20,000 درهم، مثلا الزبون ما عندوش حساب بنكي، شيك ما تصفاش، جابوا زبون شخصي ولا بارتيكولي ماشي شركة، الأداء جاء من بعد إغلاق حساب مهني. في هذه الحالات خاص الشركة تحتفظ بالوثائق اللي تبرر العملية، فاتورة زائد نسخة من بطاقة التعريف زائد أي وثيقة توضح السبب. وما تنساش تصفية الشرب.